عندما نظم المغرب كأس إفريقيا لم يكن الحدث مجرد بطولة كرة قدم عابرة، بل كان رسالة واضحة للقارة الإفريقية وللعالم، مفادها أن التنظيم الاحترافي لم يعد حكرا على أوروبا، وأن بلدان الجنوب قادرة على الإبداع حين تتوفر الإرادة والرؤية. الملاعب كانت جاهزة قبل الموعد، الفنادق امتلأت عن آخرها، البنيات التحتية اشتغلت بانسجام، والضيوف من مختلف الدول الإفريقية تحدثوا بإعجاب عن تجربة لم يتوقعها كثيرون بهذا المستوى. لكن وسط هذا الإجماع الإفريقي والدولي ظهر صوت نشاز، صوت لا يرى النجاح إلا مؤامرة، ولا يعترف بالإنجاز إلا إذا صدر من عنده. إنه الإعلام الجزائري الرسمي وشبه الرسمي الذي اختار مرة أخرى أن يغرد خارج السرب، لا تحليلا ولا نقدا، بل إنكارا وعداء صريحا للحقيقة. بدل أن يناقش التنظيم بالأرقام والصور والشهادات، قرر هذا الإعلام أن يخاطب شعبه بخطاب أقرب إلى القصص الخيالية. قال لهم أن المغرب فشل في التنظيم، ثم لم يكتفي بذلك، بل أضاف أن الملاعب التي شاهدها العالم ليست حقيقية أصلا، وإنما ملاعب من صنع الذكاء الاصطناعي. وهنا لا نعرف هل نحن أمام برنامج رياضي أم فيلم خيال علمي، لأن السؤال البديهي الذي يفرض نفسه: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يستضيف منتخبات؟ هل يمكنه أن ينظم مباريات رسمية بحكام دوليين وتقنية الفار وآلاف الجماهير القادمة من دول مختلفة؟ هل يمكنه أن يملأ الفنادق ويسير القطارات ويؤمن الملاعب؟ إذا كان هذا هو الذكاء الاصطناعي، فالعالم كله متأخر عن النسخة المغربية منه. الغريب في الأمر أن هذا الخطاب لم يكن موجها للعالم، لأن العالم رأى الحقيقة بعم عينه، بل كان موجها حصريا للاستهلاك الداخلي، في محاولة يائسة لإقناع المواطن الجزائري بأن ما رآه على الشاشات لا يجب أن يصدقه، وأن عليه أن يثق فقط فيما يقوله له الإعلام الرسمي. وهنا تتحول المشكلة من خلاف سياسي إلى إهانة صريحة لعقل الإنسان، وكأن المطلوب منه أن يشكك في عينيه وفي آذانه وفي شهادات لاعبين ومدربين ومسؤولين أفارقة فقط لأن النجاح تحقق في بلد جار اسمه المغرب. وعندما لم تنفع رواية التنظيم الفاشل ولا قصة الملاعب الوهمية، انتقل الخطاب إلى مستوى أخطر وأكثر انحدارا، وهو اتهام المنتخبات الإفريقية ببيع المباريات للمغرب. المنتخب الكاميروني بتاريخه ونجومه لم يسلم من هذه الاتهامات، حيث قيل إنه باع المباراة، وكأن لاعبيه تلاميذ في ساحة مدرسة، لا محترفون يلعبون في أكبر الدوريات العالمية. ثم جاء الدور على نصف النهائي، حيث اتهم المغرب بشراء لاعبين لكي يضيعوا ضربات الترجيح. وهنا لم يعد الأمر مجرد سخرية، بل أصبح إساءة مباشرة لكرة القدم الإفريقية كلها، وتشكيكا في نزاهة اللاعبين والحكام والاتحادات دون دليل واحد سوى عقدة اسمها المغرب. هذا الخطاب يكشف أزمة عميقة في العقل الإعلامي الجزائري، أزمة عدم القدرة على تقبل نجاح الآخر. فبدل أن يطرح السؤال الطبيعي: كيف نجح المغرب؟ وكيف يمكننا الاستفادة من التجربة؟ اختار الطريق الأسهل: شيطنة النجاح وتحويله إلى مؤامرة. فحين تعجز عن المنافسة تتهم، وحين تفشل في التنظيم تقول إن التنظيم مزيف، وحين ينتصر خصمك تزعم أنه اشترى الفوز. إنها معادلة قديمة، لكنها لم تعد تنطلي على أحد. الأكثر إثارة للسخرية أن نفس الإعلام الذي يتحدث صباح مساء عن الكرامة والسيادة والاحترام لا يتردد في إهانة منتخبات إفريقية شقيقة واتهامها بالفساد والتلاعب فقط لإرضاء خطاب داخلي متشنج، وكأن كرامة الآخرين لا قيمة لها ما دام الهدف هو تبرير الفشل المحلي. وهنا نصل إلى مفارقة مؤلمة: إعلام يدعي الدفاع عن إفريقيا، لكنه في الواقع يسيء إليها كلما نجح بلد إفريقي لا يدخل في مزاجه السياسي.
نجاح المغرب في تنظيم كأس إفريقيا لم يكن وليد الصدفة، ولم يكن ضربة حظ، بل نتيجة سنوات من العمل والاستثمار في البنية التحتية وفي الرياضة وفي صورة البلد. وهذا النجاح بدل أن يكون مصدر فخر مغاربي وإفريقي مشترك، تحول عند البعض إلى مصدر غيظ، لأن المقارنة مؤلمة، والاعتراف أصعب، والهرب إلى نظرية المؤامرة أسهل من مواجهة الواقع. في النهاية، يمكن للإعلام الجزائري أن يقول ما يشاء، ويمكنه أن يخترع ما يشاء من روايات، من ملاعب افتراضية إلى مباريات مبيعة إلى لاعبين مأجورين، لكن الحقيقة تظل واحدة: كأس إفريقيا بالمغرب كانت ناجحة بشهادة الجميع، إلا من قرر أن يعادي الحقيقة. والتاريخ لا يكتب بالتصريحات الغاضبة، ولا تمحى الإنجازات بالتهكم، فالشمس لا تحجب بغربال، والنجاح لا يلغى ببيان، ومن يعيش في عالم الإنكار سيبقى وحده، يغرد خارج السرب.